سعادة السفير، في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سعادتك. خلينا نجي عشان هون وبعدين. حاضر. نجري، في قناة فضائية مصرية عايز أسجل مع سيادتك. بخصوص ايه؟ بخصوص موضوع جنى البيه والحفل. ايه؟ الو؟ الو؟ مساء الخير يا نجيب ايه، مع سيادتك مقدم برنامج الحياة اليوم، معاك شريف عامر. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. نجيب ايه، الشارع المصري ملتهب جدا، رافض تماما لفكرة إقامة حفلة بتجمع ما بين المصريين والصهاينة والعنوان 23 يوليو، ده في نفس الوقت اللي بتتكرر فيه اعتداءات وحشية إسرائيلية على الشعب الفلسطيني. شوف حضرتك، انا عايز اكد على حاجه ومهم جدا للشعب المصري انه يعرفها. احنا احتفلنا بثوره 23 يوليو في قلب تل ابيب والاعلام المصريه مرفوعه بترفرف. ده دليل على قوه مصر مش ضعفها. يعني انا بكلمك من وسط الحفل، يمكن صوت الاغاني الوطنيه واصله لكم. ده في ناس كمان عايزه تسمع شعبان عبد الرحيم. احنا هنا بنعمل اللي احنا عايزينه. احنا اقوياء جدا، والاسرائيليين بيعملوا لنا 1000 حساب. لو سمحت لي يا استاذ شريف، ممكن اسال سياده المستشار سؤال؟ طيب بعد إذن حضرتك، معانا هنا الأستاذ مصطفى كمال من اليسار، من جريدة اليسار، وكان عايز يسأل حضرتك سؤال. لو سمحت يا استاذ ناجي، هل ستحضر السفاره المصريه الحفل السنوي الذي تقيمه اسرائيل والذي تسميه بعيد الاستقلال، في الوقت اللي هو اسمه في الحقيقه عيد النكبه والاغتصاب لكل الاراضي الفلسطينيه؟ احتفالات ايه؟ هم دول بيعرفوا يحتفلوا؟ دي احتفالاتهم كلها لطم وعياط على الناس بتوعهم اللي ماتوا في الحروب. شوف يا استاذ، احنا ما جيناش هنا غير بعد ما الجيش بتاعنا اداهم على دماغهم في حرب اكتوبر، وارجو الرساله تكون وصلت. لا 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 يمكن يا استاذ ناجي، مع احترامي لحضرتك انا لا يمكن اتفق مع حضرتك ابدا. بقى الشارع المصري بيغلي ومولع وانتم بتحتفلوا ألو. بتل ابيب. كان أدري. أنا تصفيتي في شمعتي ماشي أمر ناجي عطلة بتلفزيون صريخ لهيوت تجوفا من مسراتها حوتس وتصريخ جم لجراش ناجي عطلة من إسرائيل زوت هشبالله هشبالله لمدينات إسرائيل في جملي عما أني بطوح أدوني للاسف يا ناجي بيه شيء متخنين لدفاريم حمورين مئات فانو حيافيم لفتوح ميت اتقوا ناجي عطلة. الصراحة، وحتى نبتعد عن الشك وندخل بالموضوع مباشرة، نحن في عنا سؤال واحد، وهذا السؤال بحاجة لجواب من حضرتك. وايه بقى هو السؤال ان شاء الله؟ هذا رصيد حسابك في بنك لأمي. وانتوا بأي حق تطلعوا على حساباتي في البنك؟ نجيبك، المبلغ الموجود بحسابك مبلغ كتير ضخم وما بيتناسب أبداً مع دخلك الشهري يلي نحن كمان عارفينه. نحن من حقنا نسأل عن مصادر فلوسك. ما فيش حد في الدنيا من حقه يسألني عن مصادر فلوسي. أنا هسحب فلوسي من البنك ده وهحولها لبنك بره إسرائيل. ده فيلم سخيف وهبل اللي انتوا بتعملوه. مصادر فلوسي في البنك، كنت واقف مع واحد اسمه مصعب أبو الجدايل، وطبعا هيطلع أبو الجدايل ده من المقاومة، ويبقى أنا بمول المقاومة من الفلوس اللي في البنك. ها؟ مش بعيد كمان أكون ورا عملية اغتيال وزير السياحة بتاعكم. اسمع يا مستر مشتيف، شغل العصابات ده لا يليق بدولة، ده إذا كنتوا عايزين تبقوا دولة، وأنا مش هسكت على الكلام ده. إيه يا مستر هليفي؟ أنت عمال تلف وتدور كده، في إيه؟ أنا جاي أسحب رصيده كله من البنك، أنا حر. طبعا مستر ناجي انت حر، بس كان لازم تعطيني خبر مشان اجهز لك الحساب. ما يصير هيك فجأة هاتوا فلوس خذ فلوس، لا لا ما يصير، صعب. ماشي، أجي أخدهم بكرة. لا لا بكرة صعب، نحن صرنا بكرة، المسألة بدها شوية وقت. وقت إيه؟ دي فلوسي،
لما عاوزها لازم الاقيها في اي وقت. مستر ناجي انت لازم تهدى مشان نعرف نحكي. تشرب قهوه؟ مش عايز زفت. مستر ناجي انت ليش زعلان من بنك لقومي؟ عشان البنك اللي يسرب رصيد عملائه لاي جهه مهما كانت يبقى بنك غير امين. لا لا مستر ناجي، ما بيصير تحكي هيك. هذا اضخم بنك في الشرق الاوسط. مستر هليفي، هاخد فلوسي امتى؟ الحقيقه ما اعرف. انا جت لي اوامر من جهات عليا بتجميد كل ارصدتك، وما اقدر احركها الا لما تجيني اوامر ثانيه. تجمدوا أرصدت أنا؟ لا، ده نصايح. أنا أطبقها على دماغكم كلكم إلا الفلوس. وأنا هعرفكم مين نجا عطلة يا حرامية يا نصابين يا ولاد الكلب. اللي عملته يا ناجي بيه غلط بكل المقاييس. في الحقيقه انا مندهش. انت تعمل كده؟ ده انا كنت بضرب بيك المثل في الانضباط وضبط النفس. الصحافه مسمياك الدبلوماسي البلطجي. طب اقدر اقول لهم ايه؟ ست سفير، الناس دول بيستفزوني بقالهم مدة. ما كنتش اقدر اسكت لهم المرة دي ومش هسكت. انا مش عايز تدخل دبلوماسي ولا عايز السفارة تدافع عني. سيبني انا والناس دي، انا هعرف العبهم كويس. ناجي بيه، انا يؤسفني ابلغك ان الخارجيه استغنت عن خدماتك. ماشي يا ست السفيرة. عشان كده بقى كانوا نازلين ضرب فيك، ها؟ انا مش فارق معايا ان انا اتضربت. انت شفت ابويا يا باشا؟ ماله؟ راجل زي العسل. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان يرجع يمشي على رجليه تاني. هيمشي ان شاء الله، هيمشي. هنعمل له العمليه وهيمشي وهيجري وهينط كمان. انت من اللحظه دي اعتبر نفسك بتشتغل معايا، ما تشيلش هم. هشتغل معاك فين يا باشا؟ انت اخر بطوله دخلتها كان رقمك 7 متر 20. احنا هنكسر الرقم ده. احنا عايزينه 8 متر. صعب ليه يا حسام؟ وصعب يا باشا، انما مش مستحيل. طب كويس، بدل مش مستحيل يعني ممكن تعملها. هو احنا داخلين انهي بطوله يا باشا؟ هي بطولة خاصة، أهم من أي بطولة أنت دخلتها قبل كده، بس عايزة تدريب جامد وشغل كتير. وانا تحت امر سيادتك. طيب، أنت بكرة هتيجي معايا شرم الشيخ. هعدي عليك الساعة 6 الصبح، تبقى جاهز بشنطتك. هو احنا هنتدرب في شرم الشيخ؟ مش عايزك تسأل كتير، ركز في النطة اللي أنت هتنطها. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. هاتي خوتي يا فوزي. الولية نازلة معاك بمايوه أصفر، تطلعها بمايوه أزرق، يعني تيجي إزاي؟ النيل السود يا عم كان ازرق. ازيك يا واد يا إبراهيم؟ ناجي باشا عطله. ازيك يا باشا؟ وحشني. إيه؟ هتحضني وأنت مبلول؟ من فرحتي ده انا مش مصدق عينيا. يلا غير هدومك وتعالى لي، أنا مستنيك في اللوبي. حمامه فين ايامك يا باشا؟ انما سيادتك ما قلتليش احنا هنبدا امتى يا باشا؟ نبدأ إيه؟ نبدا التمرين. كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها. هو في حد غيري يا باشا؟ أيوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله انت منور شرم. حسام المصري. ابراهيم. ايه يا راجل والنبي النطه اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى حسام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد. الواد ده لسانه طويل وعليا النعمه هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا احنا ما بنتشطرش غير على بعض.
انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميداليه. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيتضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك، ده انا كنت هموت. يا ده اتغاب عليك يالا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب انت وهو. هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد، احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه منيله بنيله زي وشكم. انا الحق عليا لو فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض، انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكم فيها دي عايزه رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا، هيما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا انا راجل قوي يا بتاع الاولمبياد، واسال شرم كلها على ابراهيم العزقلاني، ده بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجوله اوريها لك. توريني ايه يا دي يهبل؟ انت ناسي اخر مره رنك علقه موت. انت عشان خدتني على اخوانا، بس لو راجل لراجل وش لوش والمصحف لعلم عليه. اخرس يا كلب انت وهو، محدش يتكلم فيكم. انا بس اللي اتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. لا مؤاخذه يا باشا، قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزنا فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها، الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما. مفهوم؟ مفهوم يا باشا، بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي، يعني الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا. اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسح كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك. احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ، يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم. هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في 3 نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. ناجي باشا، ناجي باشا. عايزك يا تهام. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبه وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. وحياتك هات لنا 2 كيلو كمان، عشان الظهر دول مش هيكفونا. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر ويا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مديلك نمره تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا تهام؟ 185 كيلو يا باشا. بس انا اعرف ان انت كنت بتعدي ال 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا، صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. مروها انت.
كل يا تهام. تهام انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي. انت هتشتغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفه؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفه؟ 2 كيلو نيفه تاني وحياتك. كل يا تهاني كل. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكلك. طب هو ما قالكش هو عاوزني في ايه؟ لا هو ما قالش اي حاجه خالص يا باشمهندس، بس الظاهر عليه رتبه كبيره قوي، ده ماشي وراه حراسه. يا نهار اسود. لا يكون اخويا كريم مسكوك بمظاهره وبعتين لي حد من امن الدوله. لا دول مش امن دوله. وانت ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ اصل هم ما بيروحوش لحد، امن الدوله لما بتعوز حد بيبعتوا بيجيبوه لحد عندهم. معقول برضه. ربنا يستر. انا من الصبح على عيني الشمال بترف. المهندس زاهر عبد الحميد الفر. ايوه. وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن. ناجي باشا والله العظيم ليك وحشه. الشركه نورت، الشركه كلها نورت. رد على الباشا كويس، الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك. الباشا ما بيحبش اللوكلو، الجواب على قد السؤال. ماشي؟ ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا. تتعامل ايه؟ انت بتتلكك. ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعاده الباشا، الحمد لله. انا والله قضيت الخدمه العسكريه وخدت شهاده الاعفاء. خلاص يا فندم خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي 3 مرات استدعاء، 3 مرات رحت، ال3 مرات ما اتخلفتش ولا مره. حتى في مره انا رحت لوحدي بقى المره الرابعه، قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك والشهاده معايا اهيت وبطاقه الرقم القومي وكل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا، وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم. وال 2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا حاكله عليها. انا بدفع 40% ضريبه. الله، هما مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا. هتبدا ملاوعه؟ لا هيتعبني يا باشا. انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد، وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه كويس قوي. ايوه يا باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب 6 جنيه ونص، هم قدروها ب 3 مليون. كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصفصف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟ ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه وتنك خارج ولا من شاف ولا من دري. مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك والنبي يا باشا. انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل. انا جاي لك عشان تشتغل معانا يا باشا. انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش، فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. ده بقى اللوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركه كمبيوتر يا فندم؟ انا هفتح بس مش شركه كمبيوتر. امال شركه ايه؟ مالكش دعوه، انت ما تسالش. يا ولاد، مش انتوا بتشتغلوا معايا؟ ايوه يا باشا. عمركم سالتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسال سيادتك، دي اسرار عسكريه. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا ابراهيم هرمي نفسي على طول. يا اخويا ما انت ما هتصدق، ما انت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا ارد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا تعالى معانا يا زاهر. احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا، هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها؟ ربنا يعز بقدرك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف بتنح كده ليه؟ يلا هاتوا. اسمع يا دي انت وهو، انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيكم وادور المكم نقسم البوليس. احنا خدامينك يا باشا.
ولعلمك بقى بعد اذن معاليك انا عرفت حضرتك عاوزنا في ايه. في ايه يا عبقري زمانك؟ حضرتك عاوز تفتح شركه سياحه، انا امسكها بحكم اللغات اللي عندي وتامر يقطع المهندس زاهر. والمهندس تامر يقطع التذاكر. مهندس تامر مين؟ انت اسمك ايه؟ زاهر. وزاهر يقطع التذاكر عشان الكمبيوتر اللي عرفنا بيه ده، وتهامي وحسام يقفوا امن على الباب، صح يا باشا؟ طب ليه؟ يا اخوانا الحكايه مش فزوره. الباشا قال لي عاوزنا في ايه بس هو ناسي. الباشا ناوي يفتح هيلث كلاب وجيم مع بعض، وجايبني عشان امسكه له. انما جايبكم ليه بصراحه انا مش عارف. جيم ايه وهيلث كلاب ايه؟ الباشا هيفتح شركه كمبيوتر على اعلى مستوى، علشان كده جابني. صح يا باشا؟ بس يا ضايع انت وهو. الباشا هيفتح شركه استيراد وتصدير. برافو عليك يا حسام، انتوا الوحيد اللي بتفهم فيهم. ربنا يخليك يا باشا. طب هنصدر ايه ونستورد ايه يا باشا؟ احنا هنستورد بس مش هنصدر حاجه. يبقى اكيد يا باشا ناوي تستورد اجهزه رياضيه، دي شغاله دلوقتي زي النار. لا احنا مش هنستورد بضاعه. امال هنستورد ايه سعادتك؟ احنا هنستورد فلوس، هنجيبها من بره مصر لجوه مصر. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. طب والبنك ده فين سعادتك؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. انت بتتكلم جد يا باشا؟ فهو اللي وقع ده. زاهر قوم يا زاهر. يا ابني ما تفوق يا ابني، ايه يا باشا اللي انت جايبه معانا ده شكله كده جاي غلط مع المكن. بقولي والنبي يا باشا اعفيني انا من المهمه دي والنبي يا باشا، انا هبقى عبء عليكم. انا اصل انا بتجيني حاله عصبيه وبقع كده ومبقاش دريان بنفسي. لازم تعرفوا ان كل واحد فيكم له دور محدد في العمليه، محدش غيره يقدر يعمله. احنا زي فريق الكوره بتاع المنتخب، كل واحد له مهمه لازم يعملها. انا جاهز يا باشا. وانت يا ابراهيم؟ خدامك ابو تريك. وانت يا زاهر؟ ممكن اسال سؤال يا باشا؟ اسال. والنبي يا ناجي ما تزهق مني. انا طول عمري في حالي وقافل عليا باب بيتي وكافي خير شري. اقوم يوم ما اشطح انطح اسرق بنك وكمان في اسرائيل؟ اسمع يا زاهر، لازم تعرف ان انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. انا ما اقدرش اطلب منكم حاجه محدش يقدر يعملها. عندك تهامي مثلا، طول بعرض وعضلات، انما مخه بعافيه شويه، يا دوب يمشيه. يعني انا مثلا ما اقدرش اطلب من تهامي انه ينزل لي برنامج معقد على الكمبيوتر ويفك شفره ويتحكم في الليزر سيستم. بصوا له كده حمار. انما لما واحد زي حضرتك عبقري يقدر يعمل ده بمنتهى السهوله، مش كده؟ ناجي باشا يقصد ان هو حاطط الرجل المناسب في المكان المناسب. طب معلش سؤال يا باشا، هي العمليه دي فيها نسوان؟ اشمعنى؟ امال يعني حضرتك جايبني ليه؟ كل واحد هيعرف انا جايبه ليه في الوقت المناسب. طب والنبي يا باشا العمليه دي فيها اي خطوره على اي حد فينا؟ لا ما فيش خطوره خالص. احنا هناخد تاكس ننزل قدام البنك، نضرب باب البنك برجلينا ونروح على الخزنه، نفتح الخزنه بطفاشه واخدين الفلوس وتنينا راجعين. حلو كده؟ والخطه ايه يا باشا؟ هتعرفوا الخطه لما العدد يكتمل. هو لسه في ناس تانية يا باشا؟ ما احنا حلوين كده، على الاقل اللقمه ما تتقسمش 60 حته، ده بركتها تروح. انت وقت ما حسستي زي ما اكون عامل جمعيه وعايز تقبضها الاول. مين معانا تاني يا باشا؟ يلا يا منداع! ده انا عبد الجليل يا حوته جايه! اللي هيقرب مني هزخرفه يا حرم خرباع! مالك يلا اتكل على الله! يا خرابي يا لهوي يا لهوي! الراجل هيذبح الواد! اجري يا واد يا مجدي! اسمع كلام امك يا! بدل ما نقرش اسمي على قف امك! يلا يا! محدش يحمله! قومي يطلق! يشيل الواد ويخليه يدخل على رقبته! يلا يا! خاف على نفسك! شابوا يا حضرة الجاية! هنستحمل خسيس وننصر التكليف! ونتقولوا بقول غواني يمشي على رقبة الكل! الوقت يا ابن العالي! واي حد هيقوم ناحيتي هكون مصابين! هو ده يا باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا. يا عبد الجليل ازيك يا شيخ حسن؟
بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ناجي باشا عطله والله العظيم 3، ومالك عليا يمين. انت ليك وحشه يا ناجي باشا. وانت عمرك ما غبت عن بالي يا شيخ حسن، ازيك؟ الحمد لله، نشكره ونحمد فضله. صدق بالله يا ناجي باشا، لا اله الا الله، انت زرتني في المنام مرتين متتاليتين في ليلتين منذ يومين. الله اكبر. جئتني فاردا لي ذراعيك بشوش الوجه مشرقه، مادا لي يدك وتقول لي انا عايزك معايا يا شيخ حسن. فعلا انا عايزك معايا يا شيخ حسن. الله اكبر الله اكبر، هذه هي رسائل القلوب. اعرفك بالاخوه المحترمين دول بقى، يعني اولادي واخواتي الصغيرين، زاهر، حسام، تهامي، ابراهيم، عبد الجليل. الحياء سمة المؤمن الصحيح. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله. سماهم على وجوههم، ربنا يكرمكم ان شاء الله. الشيخ حسن بقى يا اولاد كان صول فني في مصانع الذخيره والاسلحه في الجيش، بس طلع معاش مبكر. بس ايه، كان قسطه، دماغ يعني. ايام بقى ناجي بيه، ايام. شوف يا شيخ حسن، احنا جايين لك عشان شغل. مش قلت لك ابن حلال؟ والله العظيم يا ناجي بيه ومالك عليا يمين، الحال واقف وقفه ما يعلم بها غير ربنا سبحانه وتعالى. انت بتصرف منين يا شيخ حسن؟ اهو الاوقاف كانت مخصصه لنا مبلغ كل شهر، اهو كان نوايا بيسند الزير ده، بالاضافه بقى لشويه الحاجات اللي بنبيعها على باب المسجد، شويه سبح، على شويه سواك، على شويه روايح مسك وعنبر وما شابه ذلك. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا في اللي عاوزين يقطعوا عيشي دول وباعتين شكاوى وعايزين يصحوا القضيه القديمه. انت القضيه دي مش خدت فيها براءه باين؟ ده اخدت 3 سنين وخلصتهم والحمد لله. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا، ناس عاوزين يقطعوا عيشي. ما تقولش كده يا شيخ حسن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. ونعم بالله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم افتح عليك يا شيخ حسن. والشغل يا ناجي باشا اللي سعادتك عاوزني فيه، يعني اقصد يعني العائد منه، هل سيوفر حياة كريمة ومعقولة؟ أنا لا أقصد بالكريمة والمعقولة يعني الرفاهية ورغد العيش، أنا أقصد الأساسيات. كريمة إيه ومعقولة إيه يا شيخ حسن؟ هي شغلانة واحدة هتعملها معانا وهترتاح بعد كده طول عمرك، أنت وأسرتك وولادك. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا. وما طبيعة هذا العمل؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. حد الله ما بينه وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. لنقرأ الفاتحة.
5 6 7 8 اصحى زاهر 9 10 من الأول تاني 1 2 3 4 5 افرد ظهرك يا شيخ حسن 6 7 8 9 10 اصحى يلا كمان مرة 1 يا رب حتى الفلوس اللي هنسرقها هنتعب فيها. هو احنا داخلين بطولة العالم في سرقة البنوك؟ يا اخي حلل القرشين اللي جايين لك دول، ده مفيش احلى واطعم من القرش اللي جاي من الشجر. يا جماعه والنبي حد يكلمني ناجي بيه. انا بتاع كمبيوتر، انا لا بتاع جري ولا بتاع رياضه. انا كنت بنهج وانا بطلع على السلم. انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا يا كبير ابدا، دي تكويعه بس كده ساعه التقييله. تكويعه؟ ده انتوا السابع نومه. تعال عبد الجليل عايزك. خدامك يا كبير. كملوا التمرين. فاكر يا عبد الجليل لما كنت في الحبس الانفرادي؟ اه يا باشا، بس بصراحة ربنا لا يعيد أيام. وكنت بتهرب من الحبس الانفرادي. اه بس البركة في ربنا ثم سعادتك، لولا حضرتك كان زماني لغاية دلوقتي مرمي في السجن. انت كنت بتقطع القضبان بتاع الشباك بتاع الزنزانة وتخرج. نفسي اعرف ازاي. بص يا باشا، لا مؤاخذة لا يفل الحديد إلا الحديد، وأنا المبرد ده ما بيفارقنيش. ما تستقلش بيها يا باشا، ده ألماني مفيش زيه اليومين دول. الله، يعني انت كنت بتقطع قضبان الزنزانة من البتاعة دي؟ ما لا مؤاخذة يا باشا، برضه صنعة وليها سرها، وبعدين مش كل من مسك المبرد يعني. وكان بياخد منك وقت قد ايه؟ ساعة زمن. ولو انا عايزه اقل من كده؟ يبقى الكلام ده ما ينفعش، وعايزين عدة أحسن. حتى لو كان ده القضيب اللي انت هتقطعه؟ بص يا كبير، لا مؤاخذة حتة الحديدة دي حديدة نظيفة وما ينفعش معاها الكلام الفارغ ده. لكن أنا عندي الدواء كده، احنا يلزمنا منشار حدادي ألماني كهربائي. ده ينفع؟ هو
هو ده يا كبير، عظمه على عظمه. هو ده يا معلم. انا عايزك تقطع لي القضيب ده 30 حته. حاضر. من غير ما اسمع صوت المنشار. عينيا. والعمليه دي ما تاخدش منك اكتر من 5 دقايق. ماشي. ومن هنا ورايح كل يوم ما وراكش شغلانه غير كده. حاضر. اتفضل. اسمع. نعم يا كبير. مش عايز حد من زمايلك يعرف انت بتعمل ايه، ولا انا كلفتك بايه. حاضر. عن اذنك يا كبير. انا نفسي افهم اشمعنى عبد الجليل هو الوحيد اللي مريح. حد فيكم يفهمني؟ ده جه خده من وسطنا وما شفناش وشه بعد كده. خليك في حالك يا ابراهيم، الباشا قال ما نسالش على حاجه. يا عم انا عاوز افهم. اشتغلوا بنص علينا بنص علينا. يا شيخ حسن. يا فندم. تعال عايزك. تحت امرك يا باشا. اتفضل. هيقعد يسحبهم واحد ورا التاني واحنا هنقعد نقضيها جري. تصدق عندك حق، الموضوع زاد عن حده. بيبص. قنبلة. قنبلة ايه يا سعادة الباشا؟ ما انت سعادتك عارف اني بطلت الحاجات دي من زمان. ده انا حتى بطلت على يد سعادتك وتوبت الى الله. اسمع يا شيخ حسن، احنا اتفقنا ما حدش يسأل ولا حد يقول لا. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. وانا ما اقدرش اقول لك لا يا سعادة الباشا. شوف يا شيخ حسن، احنا مش هنموت حد. انا عايز منك تعمل لي قنبله صوتها مرعب، نارها عاليه، تحسسك ان احنا في يوم من الايام، بس بشرط مفيش شظيه منها تطلع تاذي حد، زي الحاجات اللي بيعملوها في السيما دي. اذا كان على كده يا سعادة الباشا فانا تحت امرك، بس انا ليا طلبات. اكتب لي اللي انت عايزه وانا هجيبه لك، بس انا عايز حجمها ما يزيدش عن حجم علبه السجاير. هنجربها مره واثنين وثلاثه لغايه انت ما تقول خلاص. مفهوم؟ مفهوم يا سعادة الباشا. ايه يا تؤامي؟ بتشيل كام لغايه دلوقتي؟ 180 كيلو يا باشا. بتجري بيهم؟ بصراحة ما جربتش يا باشا، بس هي صعبة شوية. لا لازم تجري بيهم، حاول استمر. حاضر يا باشا. ايه يا حسام؟ يا باشا. نطيت كام؟ 7 متر 60. لا لازم يتكسر. ان شاء الله يا باشا، النهارده احسن من امبارح. طب بتعمل ايه يعني؟ مرة تتمرن طب تعالى عايزك. امشي قدام. شد حالكم يا رجاله. لا ده مطنشني قاصد يا جماعه. انتوا شفتوا بص لي ازاي؟ كل شويه يجي يبص لي ويدور وشه ويمشي. هو انا نازل احتياطي في العمليه دي ولا ايه؟ حاجه غريبه. يا ابراهيم. الله اكبر، اللهم صل على النبي. اخيرا حسيت بيها يا باشا، ده انا بقالي اسبوع مستني الندهه دي. طالع لك هوا وانا بقول لك تعالى يا باشا. ما انت كل اللي بتندهله بيطلع لك. اشتغل وركز في شغلك، وعدى عليها في المكتب بعد العشاء بالليل. حاضر يا باشا. بالليل؟ ده انا بنام طول الليل من كتر الجري طول النهار. بالليل ايه؟ تعال يا ابراهيم. لا 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 لا، فوق كده وصحصح معايا. يا باشا ما احنا بنصحى من 5 الصبح ومقضينها جري ونط وبهدله. هو احنا هنسرق بنك ولا هنروح نلعب الجزائر؟ طب اقعد يا ابراهيم اقعد. بص، انا عارف انك انت بتتكلم عبري كويس. انا عايزك تحفظ الكام صفحه دول زي اسمك، وده سيدي في طريقه النطق بتاعتهم الصح. من دلوقتي مش عايزك تتكلم ولا كلمه عربي.
اصحى معايا، انت بتنام وانت قاعد؟ يا باشا انا معاك. انا عارف الكلام ده كله يا باشا. ده انا كنت شغال ليل نهار معاهم في شرم، وكمان كنت بروح اجيب افواج من تل ابيب واجي تاني. ما تقلقش انت بس. انما احنا ان شاء الله هنبدا العمليه امتى؟ العمليه هتبتدي لما انا احدد. اتفضل. يزيد فضلك يا باشا. اتفضل قوم، مش اتفضل نام. تعالى رايح فين؟ خد الحاجات دي. بتاخد ايه؟ خد البيت ده. النبي ما تقلق، ربنا معانا ان شاء الله.
يا ولاد، العملية هتبتدي النهارده. تعالوا لي جوه بعد ربع ساعة. بصوا بقى، أنا عايزكم تركزوا معايا قوي في كل كلمة هقولها. ده بنك اليو ام اي، ده أكبر بنك في تل أبيب. البنك ده ملوش غير مدخل عمومي واحد، عليه كاميرتين مراقبة وتصوير، غير أفراد الأمن اللي بره وعربيتين شرطة، دول موجودين 24 ساعة. البنك ده من جوه عبارة عن 3 أدوار، كل دور فيه 6 كاميرات مراقبة وتسجيل بتمسح الطرقة فتفوتة فتفوتة، يعني لو في نملة في آخر الطرقة ترصدها برضه. كل اللي بتصوروا الكاميرات بيظهر في غرفة التحكم اللي موجودة في الدور الثاني. غرفة التحكم دي فيها 4 أفراد مراقبة، دول برضه بيقعدوا 24 ساعة. في الدور الثالث فيه طرقة طويلة هنمشي فيها، هنلاقي أسانسير في وشنا، هنركب الأسانسير هينزلنا في الدور الأرضي، وده أهم دور بالنسبة لنا. ليه يا باشا؟ لأن الدور ده فيه الطرقة الطويلة اللي هتوصلنا للخزنة اللي فيها الفلوس. بس هنا في مشكلة. ايه هي يا باشا؟ الطرقة اللي هنعدي منها أولها باب حديد إلكتروني، له شفرة خاصة عشان يتفتح، بس برضه مش ده المشكلة. ما المشكلة فيها يا باشا؟ الباب ده بعد ما يتقفل بتظهر شبكة كبيرة من أشعة الليزر المميتة. الشبكة دي تبتدي تتحرك في اتجاه الشخص اللي داخل من الباب، كنوع من الحماية ضد أي شخص يحاول يخش مكان الخزينة. أشعة الليزر دي أشعة قاتلة بتحرق أي حد تلمسه، فظيعة. ايوه انا جبيه، بس احنا هنعمل ايه؟ اقصد يعني هنوصل للخزنه دي ازاي؟ أنا اديت لزاهر سيدي عليه السيستم الأمني بتاع البنك، وهو درسه كويس، وهو اللي هيفك لنا الشفرات الخاصة بتاعت أجهزة المراقبة، وهيبطل لنا مفعول الليزر. طب معلش يا باشا سؤال، هو احنا ازاي هنعدي من الباب الحديد اللي قدام الخزنة ده؟ أمال عبد الجليل كان بيتمرن على إيه؟ عبد الجليل دلوقتي ما شاء الله ما فيش أي قضبان حديد تقف قصاده، حتى لو فولاذ، وفي أقل وقت ممكن. الفلوس هنحطها في شنط، كل واحد منكم هيشيل شنطتين، والتهامي هيشيل الباقي. تهامي ما شاء الله بيشيل دلوقتي 180 كيلو بيجري بيهم، أكنه مش شايل حاجة. احنا هنخش البنك ده امتى يا باشا؟ وازاي اصلا هنخشه بعد كل اجراءات الامن اللي سيادتك قلت لنا عليها دي؟ امتى؟ بكره بالليل، عشان بيبقى السبت تل أبيب بتبقى فاضية. ازاي؟ في مبنى قدام البنك بتاعنا، ده مبنى إداري وسكني. الأدوار الأولانية بتبقى مكاتب وإدارات، الأدوار الأخيرة بتبقى شقق. احنا هنقعد في شقة من دول لحد نص الليل ونبدأ العملية. هنطلع من السلم لغاية السطوح، وهنا بقى تيجي مهمتك يا حسام. مهمتي؟ في ساري علم بارز من مبنى البنك مواجه للسطوح بتاع المبنى السكني اللي احنا هنكون واقفين عليه. المسافة بينهم 8 متر، وانت دلوقتي ما شاء الله بتنطهم بسهولة. كل اللي مطلوب منك انك انت هتنط من السطوح بتاع المبنى السكني لمبنى البنك. تهامي هيرمي لك حبل في نهايته خطاف، انت هتربط الخطاف ده في عمود حديد فوق السطح بتاع البنك. احنا من الناحية التانية هنربط الحبل في عمود حديد برضو فوق السطح اللي احنا فيه، وهنعديلك. لا مؤاخذة يا باشا، يعني احنا هنهبق على البنك ده منين في الاخر؟ احنا هنخش من الباب الالكتروني بتاع السطوح، وده هيودينا للسلالم الداخليه بتاعت البنك. الشفره بتاعت الباب الالكتروني موجوده مع زاهر على السي دي.
طب افرض يا باشا ان حد شافنا واحنا بنعدي. المبنى ده موجود بعد مبنى البنك بحوالي 4 عمارات في اخر الشارع. هو لسه تحت الانشاء. هنرمي فيه قنبله هيعملها لنا الشيخ حسن. القنبله دي معموله من مواد بسيطه جدا. طبعا احنا مش هنقدر ناخد القنبله دي معانا، انما لما هنحتاج لها الشيخ حسن هيعملها لنا في اقل من 10 دقايق. مش كده يا شيخ حسن؟ وفي اقل من كده ان شاء الله يا باشا. الامن والبوليس طبعا هيجروا ناحيه انفجار في الوقت اللي احنا هنبقى فيه جوه البنك. هو مين اللي هيرمي القنبله يا باشا؟ انت يا ابراهيم. انا خريج اداب. ما تخافش يا ابراهيم، المساله بمنتهى البساطه. تخيل انك انت ماشي في الشارع وعايز تشرب سيجاره. طلعت علبه السجاير بتاعتك ما لقيتش فيها غير سيجاره واحده. هتاخد السيجاره وهتروح مطوح علبه السجاير بعيد عنك. في حاجه دي؟ ما هي علبه السجاير دي هي القنبله. طب على خيرة الله. امال حضرتك قلت لي ليه لازم اتكلم عبري كويس؟ عشان انت هتكون ماشي في الشارع، اي حد يسالك سؤال كده يكلمك كلمه كده لازم ترد عليه بمنتهى الثقه والثبات عشان ما يشكش انك انت مش من اهل البلد. فهمت يا ابراهيم؟ فهمت يا باشا. معلش يا باشا بس اخر سؤال. دلوقتي احنا بعد ما هنعدي من سطوح العماره لسطوح البنك اللي المسافه بينهم 8 متر، وننزل البنك اللي مليان كاميرات مراقبه، ونعدي من الطرقه اللي مليانه ليزر بيموت، ونخش من باب الخزنه الفولاذي الحديد، وبعد ما نخرج من البنك بكل الشنط دي اللي قدامه حراسه مشدده في الليله السوداء دي، هنرجع مصر عادي؟ هنرجع يا ابراهيم، هنرجع. ربنا يوفقنا ان شاء الله. احنا هنمشي دلوقتي، يلا بينا. سينا يا سليم؟ ايوه يا بيه. يعني تعرف ابو موسى؟ ومين ما يعرف ابو موسى يا بيه؟ اخباره ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. ايش؟ الشباب هدول كلهم رايحين غزه؟ اصل احنا رايحين نجيب بضاعه وراجعين اخر الليل يعني. غريبه هذه. ايه الغريب اللي فيها؟ الناس بتاخذ بضاعه من هنا بتوديها هناك. اول مره اشوف حد يسافر ياخذ بضاعه من هناك ويجيبها هنا. لا اصلها مش بضاعه، هم لينا قرشين عند ناس رايحين نجيبهم يعني. زي نهاك بيطان ميقود. ايش؟ انتوا يهود؟ يهود ايه؟ يهود ازاي؟ احنا مصريين والباسبورتات اهي. اهو الباسبورتات اهي. مصري يعني مش ما فيش حاجه. اصل الواد ابراهيم ده يحب يعمل مقالب. ده ابراهيم ما تتكلم يا ابراهيم. ده انا بقول ان السواق سواقته ممتعه جدا وانه كيوت. انه ايه؟ كيوت. طب بص يا باشا، كيوت ولا مش كيوت؟ كيوت. لا كيوت. اطلع السلم، اطلع. لا كيوت اصلي. يلا سلم، انت كيوت يا سلم. اطلع. رخصك. ناجي عطله، عميد سابق وملحق سابق بالخارجيه.
على فين يا نجيب ايه؟ رايحين نحضر فرح عقبال اولادك. فرح مين؟ فرح بنت ابو موسى في رفعه. ودول مين؟ دول الفرقه اللي هتعمل زفه وتهيص في الفرح، نقطه للعروسه يعني. اتفضل اتفضل يا نجيب ايه. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة عرسنا الزين كحيلة الحلوة عروسته حلوة وجميلة يا نهار اسود، ده ضل قوي. لو صبر القاتل على المقتول. النور اهو زي الفل، فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو موسى. لا والنبي يا نجيب ما تخلوش يخف النور، ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو موسى. حسام. تمام يا باشا. ابراهيم ابراهيم ابراهيم. ايه يلا انزل. يلا انزل. انا راجل غطاس، الموضوع ده تافه بالنسبه لي. حسام حسام انت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تهامي انزل بالراحه، ها؟ نفق متلصم، ما تدبش على الارض. عمرك يا باشا. زاهر. لا بلاش انا والنبي النجيب، بلاش انا والنبي، ده ضيق قوي. انا حاسس ان انا هتخنق تحت، انا عندي فوبيا من الاماكن المقفوله. الله جرى يا باشمهندس، ما تهبق وتنزل. الله ده شكله حتى سرح وبارح. ده بركته حك اللي كان فيه امه. ده عظمه. الله ما تنزل يا باشا، دي شكلها سرحه وبرحه. طبعا، ما هو ده بالنسبه للنفق اللي انت قاعد فيه انت وامك، ده يعتبر سويد. يلا يا زاهر. بلاش والنبي. يلا امسك ايدك. القف ومعايا يا تهامي. انزل انزل. ما تخافش، انزل. تمام يا باشا. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيك.
ابو شعلان ابو شعلان ابو شعلان شحم ولحم اسمع يا ناجي بيك، بكره العصر ان شاء الله راح يجي ابني حامد وياخذكم بسيارته لاقرب نقطه من الحدود الاسرائيليه، يعني على بعد 15 كيلو متر تقريبا، بس المنطقه كلها مليانه اسلاك شائكه. طب وهنعدي ازاي من الاسلاك الشائكه؟ ما تقلقش يا ناجي بيك، الحجة فاطمة عاملة حسابها ومكلفة إخواننا من المقاومة عشان يساعدوكوا تجتازوا الأسلاك. إخواننا راح يحفروا خندق صغير تزحفوا منه للجهة الثانية تحت الأسلاك عشان ما حدش يشوفكم من الجنود الإسرائيليين الموجودين بأبراج المراقبة. وبعد هيك بده يجيكم شباب يستقبلوكم وياخذوكوا لبيت مهجور على البحر بعيد عن العين، وبعد هيك بتصيروا انتوا المسؤولين عن حالكم وبتنتهي مهمتنا. والله يوفقكم يا ناجي بيك. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. انت فاكر نفسك في الحسين يا شيخ حسن؟ قول في سرك.
كل واحد عارف دوره كويس؟ تمام يا باشا. خد يا ابراهيم. مقبولة يا باشا. ايه دي؟ قنبله. من ايد من اعدامها؟ هترميها جوه المبنى اللي في اخر الشارع. المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تبع المخابرات الاسرائيليه، وهو دلوقتي تحت الاصلاح، ما فيهوش حد خالص. اشمعنى المبنى ده بس اللي هنفجره يا باشا؟ ليه ما نفجرش اكتر عشان ربنا يكفينا اكتر؟ احنا مش جايين نقتل يا شيخ حسن، احنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي. مش عايز غلطه. لو كل حاجه مشيت حسب الخطه اللي انا راسمها، كلنا بكره الصبح هنبقى في مصر، وكل واحد هيبقى معاه ملايين من الدولارات. هاني، يلا مع ابراهيم. عايز كل حاجه تبقى طبيعيه. هاني انا في سؤال كاتمه في قلبي من غزه لتل ابيب. ابراهيم ما تتكلمش عربي هنا، هتودينا في داهيه. حد قال لك ان عينيكي حلوه جدا؟ حد قال لك ان انت انسان مش طبيعي؟ الله، ليه بس كده؟ ووقت الكلام الفارغ ده يا ابراهيم؟ يعني يا حبيبتي لو الواحد ما عبرش عن اللي جواه في اي لحظه ممكن يفرقع يطق. طب يلا. שלום. 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 ايه يا ابراهيم، انت متاكد انك انت فتحت القنبله قبل ما ترميها؟ الا متاكد يا باشا، القنبله جوه المبنى وجاهزه للانفجار. امال انت في ايه يا شيخ حسن؟ مش عارف انا ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا عامل كل حاجه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا شيخ حسن. يلا يلا. קריאה לכל היחידות, קריאה לכל היחידות, פיצוץ במבנה יד בנק לאומי, לכל היחידות לפנות למקום הפיצוץ. ايه ده؟ كان في ساري حديد هنا، ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت. مش هينفع. هنطها يا باشا. نط ايه؟ مش هينفع. انا ننزل تحت نهدى شوية كام يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه. لا يا باشا مش هننزل، انا هنطها. تنط مين يا ابن المجنونة؟ ده أكتر من 8 متر. نفذ الأمر، يلا كلنا هننزل. لا يا باشا انا هنط. احنا ما جيناش كل ده عشان نرجع ايد ورا وايد قدام. خطة سيادتك هتتنفذ وزي ما قلت لنا بالظبط. أنا قلت لأ، أنا مش جايبكم هنا عشان تموتوا،
العمار بيد الله يا باشا، وحياة ابويا ما هرجع مهما حصل. ما تخافش عليا يا باشا، ما تخافش. انا المره دي مش هفشل، انا حاسس ان انا هنجح ان شاء الله. لا ابوس ايدك يا باشا، ما تحرمنيش من الفرصه دي. والله العظيم 3 هجيبها. 3/4 النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يوصل له. قلت لك لا يا باشا، انا لما خسرت في الاولمبياد كنت عارف اني هخسر حتى قبل ما انط، انما المره دي هجيبها والمصحف الشريف هتيجي. انا زمان يا باشا كنت محبط وقرفان ومش طايق حياتي، ما كانش عندي رغبه ان انا اعمل اي حاجه، انما انا دلوقتي حاسس ان انا انسان تاني. انا كنت ضايع يا باشا، انت خليتني الاقي نفسي. ابوس ايدك سيبني انط. اسمع كلام ناجي بيه يا حسام. لا يا وابي، حتى لو لغيت العمليه يا باشا، حتى لو كلكم نزلتوا تحت وسبتوني، انا هستنى هنا لوحدي وهجري وانط الناحيه التانيه. حسام انت اتجننت؟ لا يا ابراهيم، ما اتجننتش، بالعكس انا عاقل جدا وعارف انا بقول ايه كويس. ولعلمك انا مش هنط النطه دي عشان خاطر الفلوس. انا كل اللي كنت عايزه من الفلوس اني اعمل عمليه ابويا، انما انا ما بحبش الفلوس. انا ثقتي في نفسي رجعت لي يا باشا، ودي بالنسبه لي هي نقطه الثقه. هاني نعم يا باشا. انزلي تحت السنينه في الجراج. حاضر يا باشا. تهامي ابعت لحسام الواير.